بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. مشاهدينا الأكارم، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. أهلا وسهلا ومرحبا بكم في أول ليلة من ليالي العشر الأواخر من شهر رمضان المبارك لعام 1443 للهجرة النبوية الشريفة. هذا اليوم أو هذه الليلة سنتحدث فيها بالتأكيد عن فضل العشر الأواخر، فضل العشر الأواخر وأهميتها، وكذلك هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم فيها، وكيف يمكن للإنسان أن يتحرى فيها ليلة القدر، لأن هذه الليالي إنما شرفت وأصبحت ذات قدر لوجود ليلة القدر فيها. ولذلك كان عليه الصلاة والسلام يتحرى ليلة القدر في هذه العشر الأواخر. باسمكم جميعا أرحب بالشيخين الجليلين الدكتور حسن سلمان الباحث في القرن الأفريقي والداعي المعروف، والشيخ محمد عبد الله محمد سعيد الجبرتي شيخنا وصديق العمر تاج راسنا. والشكر موصول لكم مشاهدي الأكارم على حسن المتابعة والإنصات، ونتمنى مشاركتكم عبر وسائل التواصل الاجتماعي بأي سؤال أو استفسار أو إضافة. على بركة الله نبدأ حلقتنا سائلين الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا وإياكم ممن يقوم ليلة القدر إيمانا واحتسابا، فمن فعل ذلك الجزاء غفر له ما تقدم من ذنبه. وغفران الذنوب هو المطلب لجميع الخلق، ولذلك كان سؤال عائشة: أرأيت يا رسول الله إن وافقتها ماذا أقول؟ قال: قولي اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا. لفظة كريم بالمناسبة ثبتت في مسند الإمام أحمد بإسناد صحيح، فتقول اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. وهكذا هو هذا المطلوب، أننا نسعى ونحفد ونرجو أن يغفر الله عز وجل لنا وأن يجعلنا من عتقائه من النار. فهي فرصة ثمينة، كالذي يعطيك كيلو ذهب ويقول لك سأعطيك كيلو ذهب في مقابل أن تخبرني مثلا كم ركعة لصلاة الفجر. الكل يعرف أنها ركعتين، فيعطيك كيلو ذهب مجانا. وهذه هي الآن أيضا هذه العشر الأواخر الله جل وعلا جعلنا فيها أحياء، ثم ترك لنا مجال لنتسابق في الخير. لا أريد أن أستأثر بالكلام عن مشايخنا وأساتذتنا. أول ما نبدأ بشيخنا وحبيبنا دكتور حسن سلمان، ما أهمية هذه العشر الأواخر؟ بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، كما ذكرت في مقدمة البرنامج بأن العشر الأواخر، طبعا مشاهدينا الكرام الحلقة كانت بعنوان شباب في رمضان، ألغينا هذا العنوان والآن هو وقت ليلة القدر، وقت العشر الأواخر، لذلك سنتحدث عن ليلة القدر. استمر يا شيخ حسن. أمس كان تقريني عشان كذا ما انتبهوا. نعم. تفضل يا شيخ حسن. بالنسبة لموضوع أهمية العشر الأواخر تنبع من عدة اعتبارات، لكن الأهم فيها هو أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر بأن هذه الليلة التي هي ليلة القدر، كما ذكر الإمام ابن حجر عليه رحمة الله، قال يعني أجمع العلماء على أنها في رمضان، وأنها في العشر الأواخر، وفي العشر الأواخر في الوتر منها. يا سلام. هكذا لخصها يعني الإمام ابن حجر عليه رحمة الله. وبالتالي تنبع الأهمية في أنه والله رمضان كله شهر فضيل، أنزل الله سبحانه وتعالى فيه القرآن، وجعل هنالك 3 محطات في رمضان كلها يعني أخبر فيها النبي صلى الله عليه وسلم بأن ساحة للغفران
فيما تقدم من الذنوب. فمثلا النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من صام رمضان غفر له ما تقدم من ذنبه، ومن قام رمضان غفر له ما تقدم من ذنبه. والثالثة وهي الأخيرة، وهي إن شاء الله في هذه الليالي، قال: ومن قام ليلة القدر غفر له ما تقدم من ذنبه. إيمانا واحتسابا في كل ذلك. إذا نحن إن شاء الله الآن في الثلاثية الأخيرة. نحن الحمد لله صام الناس رمضان وقام الناس بفضل الله سبحانه وتعالى من خلال التراويح، لكن الآن التحدي الأكبر في أنه كأنما أنت الكورس هذا كله أخذته في سبيل أنك تتحرى ليلة إن شاء الله. يعني لا نريد الآن أن نقول متى هي، خليها كده الآن هي في العشر الأواخر، وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنها في الوتر منهم. نعم. حكمة الله اقتضت على كل أن تكون هكذا. إذن العشر الأواخر أهميتها أنها فيها هذه الهدية من الله سبحانه وتعالى، وكأنما ادخرها الله في النهايات. وكما يقال: كم في النهايات من اختصاصات ربما لم تكن في البدايات. يعني أحيانا كثير من الأمور تكون الهدايا فيها في النهايات، والتاج فيها في النهايات، والكاس فيها كما يقال أيضا في النهايات. يعني هكذا هي تقريبا الأعمال بالخواتيم. فهذه الأهمية على كل. لذلك لما كانت المسألة بهذا الشكل فيها هذه الأهمية الكبرى، أنه فيها ليلة تعادل 83 سنة و4 أشهر تقريبا، خير من 1000 شهر. 1000 شهر لما تحسبها تجد بمعنى عمر إنسان. اي والله. عمر إنسان تحصل عليه أنت في ليلة واحدة، وهذا فضل الله سبحانه وتعالى. عمر الإنسان صافي صافي كامل. نعم. يعني صحيح. بدون ما يكون فيها. أي صحيح، صافية. سبحان الله. فهذا من فضل الله. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم، هذا كلام كبير. تقول عائشة رضي الله عنها، وأيضا ورد الأمر عن أبي هريرة وعن الإمام علي وغيره من الصحابة، أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا دخل العشر الأواخر أيقظ أهله وأقام ليله وشد مئزره. إذن يعني تعبير عن قمة الجدية وقمة الاستعداد. لما أن الإنسان يعني في رمضان كله ممكن تصوم، يعني تقوم لحالك وتصوم لحالك وكذا، لكن لا تستطيع في العشر الأواخر إذا أردت الاقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم إلا أن توقظ الأهل حتى يحضروا معك هذه البركة وهذا الفضل العظيم. ثم أيضا قال: شد مئزره، وفيها كناية على كل على اعتزال النساء، وفيها كذلك كناية عن مسألة الجدية بشكل عام. من شد المئزر فيها هذا الجانب وفيها ذاك الجانب. وأقام ليله. هنا طبعا الفرق بين العشر الأواخر في كلمة أقام ليله، هنا كأنما في السابق كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي وينام، يصلي يعني بعض الليل ثم ينام، لكن في العشر الأواخر كأنما يقوم الليل كله عليه الصلاة والسلام. إذن هذا الأجر العظيم وهذا الفضل الكبير الذي اختصه الله سبحانه وتعالى لهذه الأمة في هذه الليلة المباركة يتم التماسها في هذه العشر الأواخر. ومن هنا تأتي أهمية هذه العشر ونحرص عليها. وقد دخلت هي حقيقة من البارحة، طبعا من ليلة تبدأ من يوم 20 اللي هو داخلين نحن على 20 وتنتهي برمضان برؤية هلال شوال. طبعا لا تدخل معنا فيها ليلة 29، لأن ليلة 29 تعتبر من ليالي العشرية الثانية، لكن تبدأ 20 وتنتهي في من ليلة 21 تبدأ العشر الأواخر. تبدأ من ليلة 20. ليلة 20 الوترية تبدأ من 21، لكن لا العشر الأواخر تبدأ من ليلة 20. يعني نحن مثلا أمس كنا 19 نهارا، دخلنا 20 بدأت. بس أمس ما صلينا تهجد أمس. لا، هذه منكم، لو في ناس صلت بالله. أي في ناس صلت. في ناس صلوا من يوم 15. لا بالذات 20 تبدأ من أمس. 20 تبدأ، والاعتكاف يبدأ أيضا من ليلة أمس. أي نعم. يدخل الإنسان في ليلة 20 إلى معتكفه إذا أردت أن تكون العشرة كاملة. نعم. لكن في بعض الآثار أن النبي عليه الصلاة والسلام دخل ليلة 21. نعم، هذه طبعا دخل، يقولون بأنه دخل في 20 ولكنه انفرد في صبيحة 21، فجمعوا بين الأمرين في ذلك. يعني النبي صلى الله عليه وسلم دخل ليلة 20 ولكن في صبيحة 21 كان الانفراد وبناء طيب، على بركة الله. خير. طيب، الشيخ محمد عبد الله،
جزاك الله خيرا. استمعنا إلى أهمية هذه الليالي الفاضلة من الشيخ حسن سلمان. نريد أن نتعرف بالتفصيل عن هديه عليه الصلاة والسلام في العشر الأواخر من رمضان، وأيضا يعني فيما يتعلق بالأعمال الصالحة التي كان يركز عليها صلى الله عليه وسلم في هذا العشر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وآله وصحبه أجمعين. من أفعال النبي صلى الله عليه وسلم التي كان يفعلها في مثل هذه الأيام الفاضلة المباركة، والتي هي تعتبر عصارة شهر رمضان بأكمله، بل أنا أعتقد أنها عصارة العام بأكمله، اللي هي العشر الأواخر من رمضان، والتي فيها يعني التركيز على ليلة لو ربح فيها الإنسان لكفاه عن عمره كله. وكنا نقول قبل قليل أن المدة التي حددها الله جل وعلا بالأشهر ينتج عنها 83 سنة و4 أشهر، وهذه التي نتحدث عنها هي صافية، ليست مثل أعمارنا. أعمارنا مخلوطة ما بين عهد الطفولة إلى البلوغ، ثم بعد البلوغ هناك شواغل وما إلى ذلك، ربما يأتي عهد الخرف وما شابه هذا، لكن هذه سنوات كاملة. فالنبي عليه الصلاة والسلام يريد أن يعلم الأمة مدى أهمية هذه الأيام والليالي المباركة، فكان عليه الصلاة والسلام بأفعاله هذه يعطينا مؤشرات أنه لا يوجد ما يشغلك عن مثل هذه الليالي. فكان عليه الصلاة والسلام إذا دخل العشر شد مئزره وأيقظ أهله وأحيا ليله. فكان الهم الأول بأن يكون برنامجه برنامج عملي خالص، ولذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم من هديه أنه يدخل المعتكف، لأن بغير المعتكف لا شك أن الإنسان بطبيعته ستنتابه شواغل، فالنبي عليه الصلاة والسلام يريد أن يتخلص من هذه الشواغل ويصفي يومه وليله لله سبحانه وتعالى خالصا دون أن يكون هناك أي شواغل. فلذلك كان يدخل المعتكف. كنا نقول شد مئزره كناية عن أنه اعتزل النساء، ومن أقوى الأسباب لاعتزال النساء أن يدخل المعتكف، فالذي يدخل المعتكف لا ينبغي له أن يقرب النساء، فبالتالي هذا أدعى إلى أن يكون فعلا قد شد مئزره. ولا تباشرهن. طيب، ولا تباشرهن وأنتم عاكفون في المساجد. فلذلك هذا درس للأمة كلها، أن من أراد أن يصفي هذه الأيام والليالي من استطاع بطبيعة الحال عليه أن يدخل المعتكف كما كان هدي النبي صلى الله عليه وسلم. إذن نقول من الأعمال الصالحة الاعتكاف. نعم، الاعتكاف. ومن الأعمال الصالحة قيام الليل. نعم، إذا دخلنا في الاعتكاف، وماذا في جعبة الاعتكاف؟ نعم. في جعبة الاعتكاف قراءة قرآن، قيام ليل، دعاء، ذكر، تهليل، تسبيح، وصدقات ونفقات. هذا كان هدي النبي عليه الصلاة والسلام إلى أن ينتهي من هذه العشر. جميل. نعم، ولذلك طبعا هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي غفر له ربه ما تقدم من ذنبه وما تأخر، ولكن النبي عليه الصلاة والسلام نموذج تشريع ونموذج قدوة ونموذج شكر لله سبحانه وتعالى. فلذلك النبي عليه الصلاة والسلام هو كان القمة في الأمة في مثل هذه الأعمال. لا ينبغي لأحد أن يدعي أنه ممكن أن يصل إلى ما كان يفعله النبي عليه الصلاة والسلام في مقامه وفي جلالته، ولكن النبي عليه الصلاة والسلام نموذج تعليم تقتدي به الأمة في هذه الأفعال المباركة. عسى الله جل وعلا أن يشملنا برحمته ومغفرته في هذه الليالي المباركة التي يسعى كل إنسان يعني تحقيق هذه الخيرية التي جميل. يعني أشار إليها النبي صلى الله عليه وسلم. بارك الله فيك شيخ محمد عبد الله.
على هذا الكلام الطيب. شيخ حسن، ذكرتم لنا أن سبب تحري النبي صلى الله عليه وسلم أو سبب اجتهاده في العبادة وتحريه لليلة القدر، وذكرتم في معرض كلامكم نتركها هكذا ما نحدد ليلة القدر. ربما هناك مخالف من يقول لك لماذا لا نحدد ليلة القدر كما حددها الصحابة الكرام، بعضهم قال ليلة 27، بعضهم قال ليلة 21، بعضهم قال ليلة 23، لأن في التحديد ليس كل أحد يتمكن أن يعتكف كما اعتكف النبي عليه الصلاة والسلام، وهناك مشاغل كثير جدا لدى الأمة، ومنهم الدكتور ومنهم الممرض ومنهم يعني المنشغل والطيار وغيرها، يعني مشاغل الأمة كثيرة. ففي التحديد فيه فرصة لهؤلاء أنهم يعني يتفرغون في هذه الليلة تفرغا كاملا ويتعرضون لنفحات الله عز وجل. ما تقول في ذلك؟ على كل هي حددت وأخفيت، يعني النبي صلى الله عليه وسلم علم بها ثم حدد إطارها أيضا، قال هي في العشر، وفي العشر أيضا هي في الوتر، ثم كان سيحدد النبي عليه الصلاة والسلام وأعلمه الله بها. نعم. ثم أخفيت لرجلين تلاحا وتنازعا، وهذا طبعا فيها خطورة النزاع، سبحان الله. كيف أن النزاع خطورته يحرم الأمة أحيانا من قضايا. حرمت الأمة من ليلة القدر بالنزاع، وحرمت كذلك من كتابة النبي صلى الله عليه وسلم لهم عن سأكتب كتابا لا تتنازعون، قال له في لحظة موته عليه الصلاة والسلام. وإن كان ذلك كان سيكون يبدو لي في قضية النظام السياسي، إنه من الذي يخلف النبي، يعني كان سيرفع جزء من الخلافات، وليس كما يقول بعض الناس إنه والله كان سيحسم كل القضاء. لا، فينا كما قال عمر بيننا كتاب الله، فقضية إنه والله تركنا على المحجة البيضاء منتهية هذه كما قال عمر، واجتهاد عمر كان في موطنه. فالشاهد هنا أنه نحن جميل أنه الإنسان يسعى إلى أنه يحرص أن يتحراها، يحرص أنه أن يتحراها، لكن كون الله أخفاها لحكمة. ولو كان إظهارها وعدم نسيان النبي لها هو الخير للأمة لأظهرها وأعلمنا بها. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم لما قال كنت سأخبركم ختم الحديث به، قال ولعله خير. نعم، لعله خير له. هذه الخيرية سبحان الله فيها مساحة أن الإنسان في العشر كلها سيجتهد العشر كلها. الأمر الثاني، ودي نلاحظها الآن في واقعنا المعاصر، تلاحظ اختلافات الناس في المطالع وفي رؤية رمضان. ما نحن فيه اليوم وتري عند آخرين زوجي مثلا، فلو كان المسألة والله فعلا لم تترك ولم تخفى لحصل فيها أيضا تنازع. هل هي والله بال21 حقنا ولا بال21 حق الأردنيين ولا بالواحد المغاربة؟ كل واحد المهم له ليلته الوترية. فعندما أخفى الله سبحانه وتعالى شملتنا كلنا. المهم 10 أيام الكل يجتهد حتى يحرص على أن يصل. لكن كما تفضلت بعض الناس قد يصلي التراويح لكن يريد بالتحديد أن يجتهد فيما زاد صح في زمان معين. نقول له أمامك ما شاء الله جملة من المرويات في إطار الوترية. عندك الشافعية الذين قالوا 21 مثلا، عندك أبي بن كعب والجمهور الذين قالوا هي 27. نعم. عندك من يمكن أن يذهب إلى اتجاه ثالث، إن هي والله تتنقل، دي مش 3 الآن، عندنا 21، عندنا 27، عندنا أيضا من قال 23، عندنا من قال 29. إذا الأقوال عديدة في هذا الموضوع، لكن منهم من قال تتنقل. منهم الآن اجتهادات معاصرة من يرون إنه والله لا ما في تنقل، هي ليلة واحدة. أيوة، لاحظت، هي ليلة واحدة، وهذه الليلة محددة باليوم. نعم. ليس بالتاريخ. يا سلام. عندنا 7 أيام، السبت والأحد 2 3 كذا، فيقول لك والله يا أخي هي مثلا الثلاثاء. ثلاثاء. نعم. لكن الثلاثاء هذه قد تأتي في الوتريات في كل عام، تأتي تأتي ثلاثاء محددة. قد تأتي يوم ليلة الثلاثاء في ليلة 27، وقد تأتي في 25، وقد تأتي في 21. نعم. هي هكذا. لكن ألا ترى أن هذا يوافق الكتاب والسنة؟ لماذا؟ لأن الله عز وجل نزل القرآن في ليلة. نعم. الليلة
هي لابد أن تكون محددة. نعم. يعني ما الحكمة أنها تكون متفرقة وهي ليلة واحدة أصلا؟ صح. هي التي نزل فيها، ولذلك عظمها الله عز وجل ورفع قدرها كما أنه رفع قدر شهر رمضان. نعم. شهر رمضان والذي أنزل فيه القرآن. تمام. نعم. ففرض الله عز وجل علينا صيامه. نعم. وليلة واحدة نزل فيه القرآن أيضا. ما نزل القرآن متعدد في ليالي مختلفة، لذلك يبدو لي أن هذا أقرب. هو على كل أنا من أنصار أن هي ليست متنقلة، هذه قناعتي. أيوة. أنها ليست متنقلة. يا سلام. يعني ما مقتنع بأنه قضية التنقل، لأنه إلا إذا قرأناها بالوجه الآخر، التنقل الذي يصادف الثلاثاء هذه. أيوة. القول الذي يقول هي الثلاثة، لكن في إطار الثلاثة حاصل تنقل. لاحظ. فمقولة أنها تتنقل مع الثلاثاء أيضا الرأيين يلتقيان. لاحظت؟ هذا أسبب ما يكون. أيوة، يلتقيان. طيب شيخ حسن، نبينا الكريم عليه الصلاة والسلام أرشدنا إلى أن نتحراها. نعم. قال تحروها في السبع الأواخر. نعم. وقال تحروها في أوتار العشر الأواخر. نعم. وقال تحروها في العشر الأواخر. هذه ثلاث روايات صحيحة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومعنى التحري هو البحث. هو البحث، وكان يعلمها ثم أخفيها كما تفضلتم. الآن من يبحث عن هذه الليلة من خلال مثلا العلامات التي أوردها النبي الكريم صلى الله عليه وسلم، فقال مثلا هي تخرج في صبيحتها الشمس تكون ساطعة وتكون الجو بارد. يعني هل من يتحراها من هذا الباب يعتبر مخالف للسنة؟ هو على كل العلامات والإمارات يبدو لي والله أعلم لها علاقة أيضا بالبيئات، والرسول بعث للعالمين. يا سلام. أيوة. فالبيئات هذه مختلفة. قد تكون سبحان الله في البيئة العربية التي عاشها النبي صلى الله عليه وسلم وفي أجواء المدينة يصلح أن نقول فعلا التوصيف الذي ذكره النبي صلى الله عليه وسلم. هذه الحالة تصلح فيها هذا. لكن لمن والله بيئاتهم على مدار العام أمطار، وعلى مدار العام سحب، وعلى مدار العام، هؤلاء ستبقى كل يوم في اسطنبول كل يوم مثلا. فهذه المسألة حقيقة عدد من العلماء ناقشوا هذه المسألة ولاحظوا بأن جيد أن النبي صلى الله عليه وسلم أشار وقال لأصحابه هي كذا وأوصافها هكذا، فيمكن في بعض البيئات تصدق هذه المسألة، لكن في بيئات أخرى قالوا تبقى ظنية وليست ليست يقينية. لا نستطيع أن نقول مثلا في مثل هذه البيئات المتقلبة أن تجري حكما واحدا على هذه. لكن التحري يمكن أن يكون بأكثر من وصف. يصلح فيها وصف الشمس التي تخرج مثلا ساطعة. الأحاديث كلها صحيحة يا حسن. أي نعم. كلها صحيحة ثابتة. نعم. لا أنا هنا بس أربط ما بين المعنى النقلي والعقلي. المعنى العقلي يقول بأنه والله الكرة الأرضية في هذا الوضع فيها إمكانية أنه في بعض الناس سنة كاملة لا تخرج لهم شمس مستديرة أصلا، وهم مخاطبين وهم سيقومون الليل وهم سيتحرون. هنا نقول لهم تحروها بأسلوب آخر. لاحظت؟ قد لا يتحرونها بالشمس، قد يتحرونها بالهدوء الذي فيها، قد يتحرونها بتوسط الحالة ما بين البرودة لا باردة ولا حارة، قد يتحروها بالإضاءة التي تكون فيها كما جاءت في بعض الروايات، قد يتحروها بالسكينة التي تنزل عليهم في تلك الليلة، قد يتحروها مثلا بقلة نباح الكلاب ونهيق الحمير إلى غير ذلك من الأشياء. فكل بيئة من العلامات. وسبحان الله إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات الله عز وجل يهديهم ربهم بإيمانهم. سبحان الله. المؤمنين يلهمهم الله هذه الليلة. الذين بالذات ما شاء الله صفت نفوسهم وتعلقت بالله تجد. ولذلك سؤال عائشة رضي الله عنها من هذا الباب، كأنما بعض الناس سبحان الله يشتم رائحة ليلة القدر شما، يعني يشعر بها ويهتدي إليها بالإيمان نظرا لصفاء قلوبهم وصفاء نفوسهم وتعلقهم بالله عز وجل. الله عز وجل يفتح لهم قد ما لا يفتح لغيره. فهذه المسألة على كل بهذا الشكل. وفي كل الأحوال يمكن للإنسان أن يتحرى ولا يعاب عليه أن يتحرى، وخصوصا من كان مشغولا طوال اليوم وعنده إمكانية أن يحضر شيء من بدايات الليل ولكن قد لا يستطيع أن يقيم الليل كله. يمكن أن نقول له تحرى الليالي الوترية. تحرى في الليالي الوترية إذا كنت أيضا لا تستطيع أن تستمر فيها كلها، أيضا يمكن أن تتحرى
الأقوال الراجحة في الليلة الوترية يمكن أن تركز في 27، يمكن أن تركز في 21، يمكن أن تركز في الثلاثاء كما هو مثلا بعض هدي النبي صلى الله عليه وسلم أنا في وجهة نظري هو الفيصل. نعم. هو الذي قال هذه الأقوال كلها. نعم. وهو الذي تحرى العشر الأواخر. نعم. فبالتالي أنا في وجهة نظري الانشغال الشديد لبعض الناس كانت كذا وكان خلاص كانت وراحت. نعم. لا، أنت الآن أشغل نفسك وركز في العبادة في العشر الأواخر هذه. صح. وربنا عز وجل يتقبل منا. طيب مشاهدي الأكارم، هي أرجى ما يكون والله أعلم أنها ليلة الثلاثاء القادم في الليلة 25، لكن كما قال مشايخنا المؤمن ينبغي عليه أن يحرص في هذه العشر الأواخر كلها، لأن المقصود أصلا من إخفائها أن يجتهد العبد. أحسنت. هذا هو المقصود، وأن يجتهد العبد ويتعرض لنفحات الله عز وجل ويحصل على الأجور الكبيرة. فالذي خلق ليلة القدر هو الذي خلق الليالي كلها، وأبوابه سبحانه وتعالى مفتحة، فرب ساعة أنت تكون فيها خاشع ربما تكون أعظم من ليلة القدر. فالعبرة بحضور القلب وانكساره بين يدي الله، لعلها لحظة فيكتب الله عز وجل لك رضوانه فلا يسقط عليك أبدا. موضوع حضور قلب. مشاهدينا الكرام، فاصل ثم نواصل معكم النقاش مع مشايخنا في ليلة القدر. ابقوا معنا. رغب النبي عليه الصلاة والسلام في التماس ليلة القدر في العشر الأواخر من رمضان، خاصة في الليالي الوترية منها. عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: التمسوها في العشر الأواخر من رمضان ليلة القدر، في 9 تبقى، في 7 تبقى، في 5 تبقى. وبغروب الشمس اليوم 26 من رمضان تدخل ليلة 27، وهي أرجى الليالي موافقة لليلة القدر. ولهذا كان نبينا صلى الله عليه وسلم يجمع أهله ونساءه والناس فيها فيقوم بهم حتى السحر. بل كان عمر وحذيفة رضي الله عنهما لا يشكون أنها ليلة 27، حتى أن أبي بن كعب رضي الله عنه كان يحلف لا يستثني أنها ليلة 27. فعلى المسلم أن يجتهد في العشر الأواخر من رمضان، وأن يكون في ليلة 27 أشد اجتهادا. وكذا من قصر فيما سبق من الليالي، فهذه الليلة المباركة فرصة ليتدارك ما فاته. عسى الله بواسع رحمته أن يوفقه لليلة هي خير من 1000 شهر. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أنزلناه في ليلة القدر، وما أدراك ما ليلة القدر. ليلة القدر خير من 1000 شهر. تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر. سلام هي حتى مطلع الفجر. دائما ما نحرص على الاستماع إلى القصص والحكايات. فرسان شجعان، حيوانات ساحرة، وروايات من أماكن مختلفة. مجموعة من القصص والحكايا الخيالية نحكيها لكم بأسلوب شيق وسهل، ونأخذ منها الدروس والعبر في برنامجكم يحكى أن، مع صديقكم عبد السلام ناصر وموفق ناصر، على شبكة سلام الإعلامية.
مشاهدي الأكارم سلام الله عليكم. عدنا والعود أحمد. والشيخ محمد عبد الله، استمعنا إلى نقاش الشيخ حسن في حول ليلة القدر. نريد أن نعرف هدي الصحابة في العشر الأواخر كيف كانوا. يعني سمعنا مثلا أن زوجات النبي عليه الصلاة والسلام ذات يوم ضربنا خيام في المسجد النبوي ليعتكفنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. لما رأى النبي عليه الصلاة والسلام الخيام قال: ما هذا؟ قال: زوجاتك يريدن أن يعتكفن معه. قال: البر أردنا. ثم أمر فنزعت. حول هذا حدثونا يا شيخ محمد عبد الله. طبعا الصحابة رضي الله عنهم لا ينفكون عن أثر النبي صلى الله عليه وسلم. يا سلام. فكانوا يتتبعون آثاره ويفعلون كما يفعل. فكانوا رضي الله عنهم يدخلون العشر الأواخر من رمضان بهمة قريبة من همة النبي صلى الله عليه وسلم. يا سلام. حتى يرتقوا في الأسماء التي ترفع إلى الله سبحانه وتعالى من الفائزين. فهم رضي الله عنهم لم يتركوا صغائر العبادات تأسيا بالنبي عليه الصلاة والسلام. فما بالك بمثل هذه العبادات الجسام الكبار. فكانوا رضي الله عنهم متتبعين لأثر النبي عليه الصلاة والسلام. هل في أحد رأى ليلة القدر منهم؟ لا أدري. طيب، هل في أحد أقسم على تحديد ليلة القدر؟ ربما أبي بن كعب. ربما أبي بن كعب حدد بأنها ليلة 27. طبعا مثل هذه يعني الأقوال التي تشعر أنها لا يمكن أن تنبع من اجتهاد، يعني تحديد ليلة 27 يعني هو الذي جعل الآن الأمة تتجه نحو هذا الاتجاه. أي والله. ولذلك إذا نظرت الآن في كثير من دول العالم الإسلامي ليلة 27 عندهم هي ليلة القدر جزما. نعم، ويجتهدون فيها ويبنون يعني كلامهم على كلام مثل أبي بن كعب وغيره. لكن شيخ محمد عبد الله، خليني أناقشك. شيخ الإسلام ابن تيمية ذكر بأن الله قد يفتح على بعض عباده فيريه بعض العلامات لليلة القدر، كمثلا يعني الضوء الذي يظهر في السماء في تلك الليلة، أو يرى تنزل الملائكة حقيقة، أو يرى علامة من العلامات. ما تقول في هذا؟ هل هذه تعتبر كرامة؟ هل ممكن يحصل هذا؟ ما يمنع أبدا، ما يمنع أبدا، لأنه مثل هذه الأمور هي على حسب قرب العبد من ربه سبحانه وتعالى. كلما كان قريبا من الله سبحانه وتعالى كلما أكرمه ببعض الأمور التي تحصل يعني خارج عن المألوف، مثل هذه الأشياء التي ذكرتها. فهو يعني يعتبر من درب الإلهام. طيب أبو عبد الهادي، الله يجزيك خير. أبو عبد الهادي، طيب الذي لم يشاهدها ولم يرى أي علامة من العلامات لكنه اجتهد وتعرض لنفحات الله خلال 10 أيام، هل ماذا له؟ نحن لسنا متعبدون بأن نرى العلامات، نحن متعبدون من الله سبحانه وتعالى أن نجتهد في هذه الليالي. ومن يعني اجتهد في العشر كلها لا ريب ولا شك أنه سيوافق ليلة القدر. سلام. فبالتالي أنا لذلك أنا كنت القدر. أقول لا ينبغي أن نشغل أنفسنا كثيرا هي ليلة 27 ليلة 29 ليلة 21. لا، ممكن أنت اجتهد يا أخي في 10 اجتهد وحتلقى نفسك لقيتها. هي كم هي؟ 10 ليالي. نعم. 10 ليالي فقط، ليست 30 ليلة، هي 10 ليالي فقط. اجتهد فيها ولا شك أنك ستوافق ليلة القدر. لا تفتر الهمة ولا تبرد، وكما ذكر الشيخ يعني إذا عجزت على الأقل في الأوتار. طيب شيخ حسن، في هذه العشر الأواخر ماذا أقول؟ هل أكتفي بحديث النبي صلى الله عليه وسلم اللهم إنك عفو تحب العفو، وأنا في نفسي أمور دنيوية، في نفسي أمور أخروية، في نفسي هموم، خصوصا نحن في هذا الزمن، زمن الابتلاءات والفتن وتضييق على المسلمين. ماذا أقول يا شيخ حسن؟ ماذا أقول؟
أولا يعني أنبه إلى قضية مهمة جدا يحتاج إليها كثير من الناس، وهو هذه الليلة تبدأ من صلاة المغرب إلى طلوع الفجر الصادق. يا سلام. وبالتالي سبحان الله بعض الناس يظن أنه إذا ما قام بعد الساعة 12 بالليل كأنه الليلة إيه؟ راحت عليه. فلا بد أن نصحح، أنت من اللحظة التي يؤذن أذان المغرب في كل يوم أدي نفسك برنامج. الله. يعني اللحظة تلقى فيها أنت نفسك نشيط، كمل جزء من القرآن، اقرأ قل هو الله أحد 3 مرات كأنك قرأت القرآن، سبح الله بنظام التسبيح اللي فيه مضاعفات، سبحان الله بحمده عدد خلقه زينة عرشه رضاء نفسه مداد كلماته، اللي هو ما يسمى لأن هذه تتضاعف 83 مضاعف سنة. أيوة. كأنها قلتها أحسن. في 83 سنة و4 أشهر. حاول صلي، حاول صلي. يعني أيوة. بعض الناس مضاعفاتها الذاتية. بعض الناس ممكن يذهب. أنا إن تصدقت ب100 ليرة أو $100 كم تحسب لي؟ نفسها بمضاعفات 3 وهكذا. الله. فمن الناس الله. سبحان الله من يبدأ من صلاة المغرب في هذا اليوم لإخراج صدقة، لقراءة شيء من القرآن، للذهاب إلى المسجد مبكرا في هذه الليلة، في هذه الليالي، ما تتأخر كما كنت مثلا في السابق، اذهب مبكرا. احرص أن تصلي الصلاتين، صلاة الصبح والعشاء، أقل شيء يعني خالص. اعتبر في واحد ما شاء الله عليه بس ما عنده حاجة يعملها إلا إيه في هذا اليوم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال من صلى العشاء وصلى الفجر في جماعة كأنما قام إيه الليلة كلها. إذا أنت إذا أدركت العشاء وأدركت الصبح يا سلام كأنما قمت هذه الليلة، إذا سجلت لك. فحتى إن شاء الله بعض الناس ما يستصعب القضية، أنت أحرص في هذه الأيام أن يكون قلبك حاضر، لسانك ذاكر، قلبك خاشع، متحرك في عمل الخير قدر الإمكان، احرص على شيء من الصدقات، احرص على صلة الرحم. طيب تسامح في لقاء الأحبة، لقاء الأزواج في هذه الليلة المباركة غير المعتكف، بعضهم يعتقد فيها اعتقادا شيئا طيبا، يعني ما رأيك شيخ حسن؟ على كل إذا أخذنا بظاهر حديث النبي صلى الله عليه وسلم شد مئزره، الأولى في العشر الأواخر انشغل بالتعبد ولا تنشغل بالنساء، حتى لو كان غير معتكف. حتى لو غير معتكف. وإيش الرأي لو يعتبر هذا العمل عبادة؟ لا أنا قصدي هي إذا نظرنا إلى أن هذا الجانب سبحان الله، هذا الجانب كما أنك أنت في النهار مثلا الله سبحانه وتعالى أبعدك من النساء قصدا، العشر الأواخر كأنما قصد النبي صلى الله عليه وسلم أيضا أن يكون إيه خالصة من ناحية التعبد. لكن إذا بعض الناس ما بعض الناس بيقول لك الليلة دي ليلة مباركة يا جماعة، المهم في كل الأحوال من كان له وقتا وكان له زمن ويستطيع، هذه قضية متاحة، يعني ليست فيها ما نقدر نمنعها. إذا دخل فيها التأويلات حتى لا ما نقدر نمنعها من حيث المنع، لكن لا نستطيع أن نشجع عليها مع قول النبي صلى الله عليه وسلم وشد. الأولى أنه يعتزل، الأولى الاعتزال. لكن نحن إن شاء الله نحاول قدر الإمكان أن نقول للناس هذه الأيام يعني لا يحرم منها إلا محروم، الله المستعان، يعني لا يحرم منها إلا شقي. نعوذ بالله. ولذلك لما يقول النبي صلى الله عليه وسلم أتاني جبريل وقال رقم أن في امرئ أدرك رمضان ولم يغفر له، يعني ما يعقل نحن نقول لك ليلة بتبدأ من صلاة المغرب وأنت محروم منها، لا حتى استغفار ما عندك ولا شيء. أما فيما يتعلق شيخنا بالأدعية، فيما يتعلق بالأدعية فقل ما شئت أنت وربك. النبي صلى الله عليه وسلم علم عائشة جوامع الكلم. نعم. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عني. نعم. سبحان الله، إذا عفى الله عنك أعطاك عطاء لا ينقطع، وإذا رضي الله عنك أعطاك كل شيء. فإذا أنت قضيتك الآن مش كثرة الأدعية، لا، أن يرضى الله عنك. ولذلك سبحان الله لاحظ القرآن الكريم يقول لك أدخلناه في رحمتنا إنه كان من الصالحين، أدخلناه في رحمة. في القصة بتاعتنا كلها كيف تدخل في رحمة؟ نعم. كيف تدخل في رحمة؟ بأنك تكون من الصالحين. فبعد ذلك أحد أبنائي يقول والله لما أشد في الدعاء قال لي بطلع من اللغة العربية الفصحى دي ما بتزبط معي. وكلام صحيح، أقول له ما يعنيك، قل لربك باللغة التي ترى أنت اللحظة دي قلبك منشرح فيها، ما في إشكال. ولذلك ليس كل الناس يعرفون اللغة العربية ولا أسأل ربك ما شئت في هذه الليالي من خيري الدنيا والآخرة، وكلما كانت الأدعية جامعة فهي أنفع. مثلا أن يقول الإنسان اللهم أسألك من الخير كله عاجله وآجله ما علمت منه وما لم أعلم. هل أنا إذا سألت ربي يسمعني؟ لا إله إلا الله. نعم. ويستجيب لي؟ نعم، سميع بصير.
الله سميع بصير، يسمع دبيب النملة في الصخرة الصماء في الليلة الظلماء. من كل هذه الجماهير 2 مليار مسلم لا تختلط عليه الأصوات ولا يشغله شيء عن شيء. يعني القضية بالنسبة لله ليس هنالك ما يجعلك أنت تعيش حالة من إيه؟ أبدا، كأنك وحدك تناجي ربك. فهذه من الأشياء سبحان الله التي يجب أن يقبل فيها الإنسان على يقين. الأمر الثاني حقيقة يحضرني في مثل هذا المقام ما ذكرته خادمة الوراق أو جارية الوراق أحد العباد، كانت تبكي كل ليل، فيدخل عليها يجدها تصلي وتبكي، يقول لها يا أخي لم البكاء؟ ثقي بربك أن الله عز وجل يدخلك الجنة وكذا. فقالت والله أما الثقة فإني أثق في ربي ما لو أنها وضعت على الجبال لهدتها. الله أكبر. يعني أنا أثق في الله، لكن ما يقلقني هو حسرة السباق. يعني نحن الآن سبحان الله لو تعاملنا مع العشر الأواخر بأنها هي الشوط الأخير في النهائيات عند الرياضيين، لاحظت؟ يعني بعض الشباب تجدهم في النهائيات بتاعة الكورة حالة صعبة في المشاهدة في الحرص، ممكن يطلع من التراويح عشان يمشي يشوف إيه. هذه القضية سبحان الله حسرة السباق. وصفتها إيش؟ قالت والله كيف إذا كان تسابق الناس إلى الجنة. فوالله تقول والله ما سبق مقصر مجد، هكذا الحياة، ما سبق مقصر مجد ولو حبى المجدون حبوا. لو أن المجدين هؤلاء يذهبون حبوا لا يستطيع المقصر إيه؟ أن يلحق بهم، فكيف وهم إيه؟ مرتحلون بسرعة. فقالت عندما يأتي هؤلاء ويسبقونني إلى الجنة هنا هذه الحسرة. يعني إذا كان سبحان الله الآن حسرات الفرق الرياضية في أنه في اللحظة الأخيرة يفوز عليه الطرف الآخر بضربة جزاء، حسرة ما بعد حسرة، فكيف بالله عندما تسبق إلى الجنان وتسبق إلى هذه. فهذه الحسرات نحن يفترض أن نحولها من حسرات الكورة والرياضة والأندية والتعاسة، هذه حولها إلى حسرات من هذا النوع. لأنه والله كيف يمكن أنه والله قد تدخل الجنة. هذه الجارية الآن هي تثق أنها ستدخل الجنة، تصور واثق أنها ستدخل الجنة. مشكلتها مش من أنها ستدخل الجنة، لا، مشكلتها بأنه والله ما هل فعلا ستكون من السابقين؟ هل ستدخل الجنة مع الأوائل أو أنها ستحبس ستتأخر؟ سبحان الله. هذه الحسرات. شيخ محمد عبد الله جزاك الله خير. شيخ حسن تكلمنا كثير، أوجز لنا، عظنا فأوجز. أعتقد الإمام ابن الجوزي عليه رحمة الله يذكر في العشر الأواخر من رمضان أنها كمثل الخيول الأصيلة. الخيول الأصيلة تأتي عند المنعطف الأخير، فكل الطاقات التي كانت مخزنة من قبل تخرجها في المنعطف الأخير. عادة الخيول إذا بدأ السباق لا تجري سراعا، بل الخيال يختزن قوة الخيل، حتى إذا أتى في المنعطف الأخير تجده يخترق، انظر، يخترق من بين الصفوف، تجده يكون في المركز الأول والمركز وهكذا. فلذلك نحن أيضا في مضمار سباق، نحن الآن في العشر الأواخر في المنعطف الأخير، وهذا المنعطف الأخير هو منعطف الفوز، منعطف السبق، منعطف وسابقوا إلى مغفرة من ربكم وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وفي ذلك فليتنافس المتنافسون. هو هذا المضمار الآن، وهذا المضمار لا يتكرر إلا في كل سنة مرة. فلذلك إذا اعتبرنا أن هذا المضمار يا شيخي الفاضل، إذا اعتبرنا هذا المضمار هو آخر مضمار في حياتنا فلن يسبقنا أحد. يا الله يا الله. لكن نحن مشكلتنا أننا نظن أننا سيتكرر علينا رمضان ورمضان ورمضان، فلذلك نسوف. لكن إذا اعتبرناه أنه آخر رمضان، وكثير من الناس يعني دعك من الذين لم يدركوا رمضان، بل أدركوا رمضان ولكنهم لم يدركوا هذه العشر الآخر من رمضان. اللهم وبالتالي نحتاج إلى يا رب أعد علينا رمضان أعوام عديدة. شيخنا الفاضل العام الماضي كان يؤم والدته ويدعو لها، وما كان يظن أنها لا تحضر رمضان الثاني. رحمه الله رحمة واسعة. مشاهدي الأكارم، سبحان الله. والحقيقة يعني لا يحسن الشخص أن يتسابق في مثل هذا الميدان إلا وله تدريب سابق. ولذلك كان عليه الصلاة والسلام لماذا كان يصوم شعبان
أكثر شعبان ليتدرب في يدخل شعبان إلى ويهيئ النفس من أجل أن تكون طائعة مطاوعة في رمضان. صحيح. ولذلك الذي يهمل في فترة رمضان مثلا يصعب عليه أن يتسابق مع المتسابق كما تفضلت. نعم. مع المتسابق الذي عنده لياقة، هي أشبه ما يكون بالرياضة. صح. الذي عنده لياقة يتدرب طوال العام. نعم صحيح. ويدخل السباق. ولكن في إشكال يحصل الآن يا شيخ برهان، يعني المشكلة الآن أن كثير من الناس يستنزفون، يعني حقيقة يستنزفون طاقاتهم في البدايات، وفي النهايات تجده يفتر، يكسل، يتوجه إلى الأسواق ويضيع أوقاته فيما لا يفيد. بينما الصحيح فعلا الذي يعني يبدأ ببداية جادة نهايته تكون يعني أفضل وأحسن. أيوة، هؤلاء نقول لهم يا أخي لا تترك السباق، على الأقل امشي معهم. نعم صحيح. امشي معهم. صح. إذا أنت الهرولة تعبتك هي امشي. صحيح. خليك مع الناس. لا يشقى بهم جليسه. أيوة، لا يشقى بهم جليسه. هو هذا. وربما سبق الإخلاص. طبعا. طبعا. حديث البطاقة معروف. حديث البطاقة. أي نعم. سبحان الله الإخلاص. عجيب الحديث عجيب. قد يسبق سبحان الله الإنسان بإخلاصه من هم أقل إخلاصا ولكن أكثر بالإخلاص. ما المقصود بالإخلاص يا شيخ حسن؟ النية الصالحة. هل هي مجرد نية صالحة ولا فيها تعظيم لله عز وجل؟ فيها يعني أذكر مرة شاب اختلف مع صاحبه في إشارة مرور، فنزل هذا الأخ وصفع أخاه الثاني كف على وجهه. ليش تعمل لي كذا؟ قال له صفعتني في وجهي؟ أيوه. قال له والله ما أسامحك إلى يوم القيامة. فمضى. هذا قال يا أخي أنا إيش عملت؟ قال أنا إيش عملت؟ صفعته كذا عدوان وعدوانا. فراح خلفه فقال ماذا تريد مني بعد ما صفعتني؟ قال له أريد أطلب منك المسامحة. والله ما أسامحك. قال يا أخي أنا أخطأت في حقك وصفعتك في لحظة غضب، أرجوك سامحني، لا تنقل هذا الأمر إلى يوم القيامة. قال والله ما أسامحك، ومشى. وهذاك يلاحقه قال له شوف أسحب لك 5000 الآن من الصراف وأعطيك 5000 ريال، تسامحني؟ قال له كم؟ قال له 5000 ريال مقابل كف. سبحان الله. فقال له أسامحك. قال له خلاص تعال معي. والله طلع 5000 وأعطاه. يا الله. قال له سامحت يا سلام. يا سلام. ما تعليق. هذه سبحان الله تدلك على قضية الإخلاص. هو أساسها أن الإنسان يحتسب أمره لله، لا يطلب شهرة ولا يطلب سمعة ولا يطلب شيء، إنما كل ما يفعله يدور حول أن فعله يقصد به وجه الله. لكن لن يحصل ذلك إلا إذا عرف الله حق المعرفة. نعم. هذه الإشكال. أحب الله وعظم الله، عظمه ورجاه وخشاه. وبالتالي هنا تأتي قضية إنه الله يخلص العمل له. ألا لله الدين الخالص. ألا لله الدين الخالص. نعم. فهنا تأتي سبحان الله. شوف هذا الإنسان الآن أدرك بأن والله 5000 أهون عليه من أن يقف بين يدي الله وشخص ماسك بيده ويقول الله يا ربي صفعني. سبحان الله. فأولى له. شوف كان في تعظيم في قلبه لله. نعم سبحان الله. كان في تعظيم. والآخر لو أنه سبحان الله عفا لكان عند الله أرفع له من الخبز. أخذ 5000 ومشى. فضل متاع الدنيا. نعم هكذا سبحان الله يعني. كل حال هذه. فمن عظم الله سبحانه وتعالى فعلا يعني. شيخ الإسلام ابن تيمية عليه رحمة الله في مجموع الفتاوى يقول يأتي زمان نية المؤمن خير من عمله. أي نعم سبحان الله. هذا كان انتهت وقت الحلقة. والله ما شبعنا من هذا الكلام الجميل الذي يرفع الإيمان ويشد الهمم إلى التسابق في ميدان الخير والتعرض إلى نفحات الله عز وجل. إن كانت من الخاتمة فأقول إن الله سبحانه وتعالى أرحم بأنفسنا منا، وهو الذي قال سبحانه وتعالى في كتاب العزيز يريد الله بكم اليسر. ربنا يريد الله بنا اليسر. ثم قال فليستجيبوا لي
وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. تطبيق إخواني الاستجابة وتطبيق الإيمان يكون باتباع هدي نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. أرجوكم يا مشاهدين عظموا هذا النداء: يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم. يا أخي المنشغل صلي ولو ركعتين، يا أختي المنشغلة اقرأي ولو جزء، يا أخي اللاعب، يا أخي الذي أنت تشاهد المسلسلات اعط لنفسك، ارحم نفسك ولو قليلا من التسبيحات، استجابة لنداء الله عز وجل، أن الله يقول: فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي وسوف ترى الرشد أمامك. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. لن ننقطع في ليالي رمضان، لأن هذه الليالي أيضا نعتبرها نحتسبها عند الله سبحانه وتعالى. أبقوا معنا في تمام 11:30 إلى 12:30. نعم، لا ننسى، وإن ننسى أن نشكر مشايخنا كنت سأنساكم ذكروني الكنترول. الشكر موصول لهؤلاء المشايخ جزاهم الله خير، بارك الله فيهم، والشكر موصول أيضا للكنترول ومن يعلمون في الخلف، والشكر موصول لكم أنتم أيضا. والله سبحانه وتعالى يحب الشاكرين، من لا يشكر الناس لا يشكر الله، فمن أسماء الله جل وعلا الشاكر سبحانه وتعالى. شكرا لكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.